هاد التعديلات فرحاتني حيت انا تزوجت صغيره وولدت صغيره وطلقت صغيره. وانا صغيره اكتشفت انه المراه ما عندهاش بزاف ديال الحقوق بالنسبه لولادها، وكان بالنسبه ليا شوك كبير. اول مره غادي ناخذ الباسبور ديال ولدي وحسيت بالحقره ملي مرا قالت لي لا، مرا كتقول للمراه ما عندكش الحق، خاص باه يجي ياخذو. انا ما فهمتش. وهذا غير مثال بسيط، كاينين بزاف ديال الحوايج. مي انا فرحانه حيت المدونه غادي تضمن حقوق جميع افراد الاسره. كانت مقصره شويه في اتجاه المراه. الا كانت غادي تضمن حقوق جميع افراد الاسره، هذه شي حاجه زوينه. بيان سور كاينين بزاف ديال الناس اللي شفتهم سور لي ريزو سوسيو، سورتو الرجال اللي كونتر، وكيقول لك غادي دير ليا الدار، غادي تدفع ليا التركليه. اصلا لما كانتش الثقه الواحد ما خاصوش يتزوج. وخاص الواحد، مع الاسف انا سمعت بزاف كيهضروا على الفلوس، ودير ليا الدار ودير ليا مع التقسيم وهذا الشيء، مع انه القانون كان واضح. وملي كتسيني هذيك الكونطرا ديال كتفقوا على هذه القضيه، حتى الا كان كريدي راه حتى المراه كتخلصوا معاك. ولكن الحاجه اللي بقى فيها الحال، كلشي كيهضر على الفلوس وحتى واحد ما هضر على الدراري. كاع الناس اللي هضروا علقوا على الموضوع، ولا الرجال اللي كانوا كونتر، سمعتهم كيهضروا غير على الفلوس وما كيهضروش على الاولاد. وهذه حاجه ضراتني في خاطري، حيت كنقول مع الاسف خاصنا غير الوعي. حيت كون كان الوعي ما نحتاجوش مدونه اللي غادي تقول لنا شنو نديرو شنو ما نديروش. حيت فوالا مي كنتمنى تكون مدونه اللي كيف ما طرحات، عادله ومنصفه لجميع افراد الاسره.